الناس كنحشم نهضر كنبقى غير ساكت، خاف يسجلوني ولا بنادم. شنقول لك وحق الله كنا عايشين وحق الله. قسما كانت عندي غير 200 في اللايف، اقسم بالله. سمعتوا قالوا الحرامي يحلف، قال لك كنحشم نتواجه مع الناس. علاش انت عندك الوجه علاش تحشم بعدا؟ واش انت عندك الوجه علاش تحشم؟ انت كتضل النهار كله وانت جالس كتشطح في التيك توك كتقول بانك ما كتقدرش تواجه الناس. سبحان الله العظيم. واش انت عندك الوجه باش تحشم بعدا؟ فين هو هذا الوجه اللي تحشم عليه انت؟ فين؟ ما كتقدرش تهضر. شكون انت يا جاسوس ديال الجزائر داخل المغرب ولا شنو؟ خايف على نقول شي كلمه يسجلوني. شنو كتقول؟ يعني عارف راسك بانك كتقول فمك كيطلق شي حاجه ماشي هي هذيك، يعني باش انك خايف انت غتهضر. هضر مع راسك، راك كتهضر في التيك توك، ها انت دابا كتهضر، ها هو العالم كله سجلك. شنو يعني في راسك شي حاجه انت، يعني انت ما شنو نقول لك، في راسك الدغن كاين شي حاجه اللي غادي يجبدوك عليها. هذا هو البلان. انما كون ما كنتيش كدير شي حاجه خارجه القانون وراه غتعيش بحريه وتعيش مرتاح، يعني ما يتبعك حتى شي واحد، ما غيشاهد فيك حتى شي واحد، وما ما يتنمر عليك حتى شي واحد. ولكن انت حيت ديوتي وما قدرتش انا نهضر على هذيك اللي جالسه حداك. يعني كنا عندنا الوالدين وكنا عندنا الامهات وكنحترموا جميع الامهات فيما كانوا. الام ديالك مسكينه، باش نقول لك، ما نقولش لك كتستغلك، ولكن انت اللي بالطمع بداك الشيء اللي كتجيب انت باش هي يحاول الطمع. وانها اللي كتجي تقلب كتلقى بعض الامهات وسمحوا لينا كتلقاهم جاهلين، ما كيعرفوش، ما كيفهموش هذيك الفلوس منين كتجي، او لا فاهمين ولكن ما كيعرفوش الصله ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى كيفاش مدايره، كيفاش العمق ديال الانسان المسلم مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب ديال بعض الامهات اللي كيتواطئوا مع الابناء ديالهم. المهم خوتي،